احلى عاديه للاهلاويه بثنائيه مدويه في مرمى الرجويه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه جديده مع الدرع. اخبط اللايك الجميل وعلى بركه الله نبدا حلقتنا في مباراه بيتقال عنها فعلا ان هي نهائي مبكر بين الاهلي والرجاء. الاهلي بيصفر بنتيجه حلوه وتقيله وكبيره في ظل مباريات دور الثمانيه بتبقى قدام فرق اكثر شراسه وبتبقى ادوار اقصائيه، فبيبقى مطلوب فيها نتيجه كويسه لانك بتلعب ماتش على ارضك وخارج ارضك. ماتش قوي جدا جدا جدا. فريق الرجاء فريق منظم، فريق عنيد، ولكن بفضل الله النادي الاهلي قدر يتخطى هذه العقبه في الاستاد القاهره اللي اتملى بجماهير النادي الاهلي الكبيره العاشقه للكيان، اللي هي فعلا الدرع الحقيقي للنادي الاهلي. النادي الاهلي دخل المباراه متاخر، اول 10 دقائق ربع ساعه شفنا الرجاء بيضغط ضغط عالي على النادي الاهلي، وقدر يروح بكره فاول اللي طلعها الشناوي وتالق فيها. وفعلا في كره تانية برضه انفراد تالق فيه الشناوي اللي كان متالق النهارده، ولكن كان يعيب عليه بعد تضييع الوقت، انما قدر يزود عن مرماه وانقاذ هدفين. بدا النادي الاهلي يخش في المباراه، بدا يوصل لمرمى الرجاء عن طريق حسين الشحات وعن طريق بيرسي تاو، وكان في للاسف في دفاع النادي الاهلي غلطات كبيره. محمود متولي باص غلط، محمد عبد المنعم بيزود في الكوره، ولكن الحمد لله قدرت الفرقه تمسك نفسها وتخش في اللقاء زي ما قلنا، وعملنا يعني ابتدينا نروح على مرمى الرجاء، هددنا مره والثانيه الا لحد ما جه ان شاء الله الجون بتاع محمد عبد المنعم اللي فتح الطريق للنادي الاهلي واللي انعكس على اداء النادي الاهلي والرجاء في الشوط الثاني. النادي الاهلي انعكس عليه الاداء انه فاق، بدأ يلعب لقدام، بدأ يشكل خطورة، بدأ يروح، بدأ بيرسي تاو يتحرك أحسن، بدأ الشحات يتحرك أحسن. كان في جبهات بتحصل بين هاني وبيرسي تاو وحسين الشحات وعلي معلول. بقى في سيطرة في وسط الملعب عن طريق مروان عطية، وحمدي فتحي لما نزل عمل فعلا سيطرة في وسط الملعب، وبدأ الرجاء يرجع لنص ملعبه، بل اتحجز في ال 18. ما شفناش اي خطوره تذكر على مرمى النادي الاهلي غير واحده كده وتدخل فيها محمد عبد المنعم بسرعته، لحد اما جت جمله جميله من بيرسي تاو لحمدي فتحي اللي بشماله حطها الجون الثاني اللي طمن كتير قوي 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 من جمهور النادي الاهلي، اللي فعلا عمل بالنتيجه دي نتيجه رخمه، نتيجه تقيله على الرجاء. صعب جدا 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 انك انت برضو تلعب مع النادي الاهلي في ملعبك ولا قدر الله ممكن يتفوق على النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي رايح بفضل الله ثم بشخصيه البطل. هنلعب ماتش هناك جامد، هنضغط عليهم وان شاء الله نحاول نسجل اهداف عشان نموت المباراه تماما. الف الف مبروك للنادي الاهلي. ونبذه بس بسيطه على صن داونز الفريق المرعب اللي كسب بشباب بلوزداد 4-1 في ملعبه. وشباب بلوزداد ده احنا عارفين ان هو خد الزمالك رايح جاي، يبقى كله يتكلم عن النادي الاهلي بادب واحترام وتعرف حجمك ايه قدام النادي الاهلي قبل ما تبدا تخبط في النادي الاهلي وتطلع تقول ده اتغلب مش عارف ايه. لا، الفرقه اللي خدتك رايح جاي اتغلبت على ملعبها 4-1 من نفس الفريق اللي انت كنت بتتكلم عليه عن النادي الاهلي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. عايزين نستعد كويس، ماتش هيبقى صعب، ماتش هيبقى تقيل ورخم، ودينا شفنا التحكيم هنا كان عامل ازاي، حكم سيء جدا جدا، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والحمد لله على المكسب، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.